يلتقي مساء اليوم منتخب مصر مع المغرب في نهائي بطولة الأفريقية تحت 23 عام بعدما ضمن كلاهما التأهل لأولمبياد باريس 2024. ويدير المباراة طاقم حكام كيني بقيادة بيتا فيويرو كاماكو، ويعاونه الكيني ستيفن أليزار أونينجو والتجولي جوناثان أنطونيو كوفي، كما يأتي الصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم رابع، ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو، ويعاونه الموريتاني ديهاني بيلدا والجنوب إفريقي أبو ينجلتوم. أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري للقميص الأبيض، بينما يرتدي البلد المضيف قميصه الأحمر، ويتكون الزي المصري من قميص أبيض، سروال أسود، جوارب بيضاء، فيما يتكون الزي المغربي من قميص أحمر، سروال أخضر، جوارب حمراء. وفي ذلك السياق وصف عصام الشرعي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي مواجهة مصر في نهائي أفريقيا تحت 23 عام التاريخية، وأضاف: صحيح أننا لعبنا 120 دقيقة في آخر مباراة ضد مالي، لكن الجميع جاهز لهذا التحدي، خاصة وأننا نلعب في ميداننا وأمام الجماهير الغفيرة التي ستحضر بكثافة لتشجيعنا. وأردف: منتخب مصر فريق قوي وهو حامل اللقب، نعرف نقاط القوة والضعف وسنعمل على تحليلها جيدا من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق اللقب الأفريقي. كما تحدث ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: نتطلع للفوز بالبطولة وأعد الجمهور بالتتويج بها. وواصل: مصر تمتلك جيلا واعدا وأتوقع مباراة كبيرة جدا في ظل امتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب. وأردف: المباراة لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا كما قلت نتطلع للفوز. وأتم ميكالي تصريحاته: سعيد بالتواجد بينكم وأهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا منذ أول يوم، والشعب يستقبلنا بحرارة. أبارك لكلا المنتخبين التأهل للأولمبياد ونريد الفوز بالكأس.